ومرحبا بكم على قناة كوكوت مينوت. اول حاجه نقول لكم صحه رمضانكم، وبهذه المناسبه جبت لكم وصفه هايله وبزاف بنينه. تقدروا تحضروها كمقبله وقت الفطور ولا تحضروها وقت السحور، لانه سهله وبنينه وما تديش معكم بزاف وقت. نروحوا مع بعض نكتشفوا الوصفه. هاد الوصفه رايحين نحضروها بلي بان دومي. كيما راكم تشوفوا رايحين نحيو الاطراف ونحتفظوا بهم باش نخدموا بهم لا شابلو. وبعد ما نحينا الاطراف رايحه نضغط عليها بواسطه حلال حتى نتحصل على سمك رفيع. من بعد نسوي لها الاطراف بواسطه سكين حتى نتحصل على مربع متساوي الاطراف. وهنا بعد ما سويت لها الاطراف كيما راكم تشوفوا رايحه نشكل الكورني تاعي. رايحه ندهن طرف بخليط بين الماء والفارينه باش كي نشكل الكورني تاعي يلصق وما يتفتحش. وطريقه التشكيل راهي موضحه امامكم في الفيديو. هنا نكمل كامل الكميه اللي عندي، من بعد نرمدهم في الفارينه ومن بعد في العظام ومن بعد في لا شابلور، ونروح نقليهم في زيت سخونه على نار متوسطه. وهنا كي تكونوا تقليو فيهم في كل مره حركوهم باش هكذا تحافظوا على الشكل تاع الكورني تاعكم. بعد ما نقلي كامل الكميه نروح نحضر الحشو تاعي اللي نحتاج فيه كميه من لا مايونيز، مغرف كبيره جبن طري، نحتاجو مايس او كورنيشون. بالنسبه للكورنيشون كنت قطعته قطع صغيره. من بعد نزيد مغرف كبيره كاتشاب و3 علب طون بالزيت بعد ما صفيتهم من الزيت تاعهم. بعد ما ضفت الطون تاعي رايحه نمزج كامل المكونات مع بعض جيدا ونحطهم دون اون بوش ونروح نفارسي لي كورني تاعي. وهنا بعد ما نكمل كامل الكميه اللي عندي رايحه نعطيها لمسه جماليه بالجبن المبشور والمعدنوس، ونزينها بالكاتشب ولا اي صوص متوفر عندكم باش هكذا نعطيوها لون جميل يفتح شهيه. هنا حبيتكم تشوفوا الشكل النهائي تاع الحبه تاع الكورني تاعنا. كيما راكم تشوفوا جا شكلها هايل، والبنه ما عندي ما نحكي لكم عليها، لازم تجربوها باش تستمتعوا بالبنه تاعها. والحاجه المليحه في الكورني هذو انهم بلا عجين وبلا مول، والحشو تاعهم ما يطيبش، يعني تحضروهم في ظرف قياسي وتفرحوا بهم عائلتكم. كانت هذه وصفتنا تاع اليوم، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تشاركوها مع اصدقائكم، ومع السلامه.